الفرص اللي جت في مباراه المصري، لا يقدر الاهلي النهارده ان شاء الله ربنا يعوضها له فيبقى فيه سكور، بس ده ما حصلش. مفيش يأس، عادي خالص. اللعيبه تهدى والامور تهدى والجمهور يبقى هادي، حماس بس من غير ما يضغط على اللعيبه. قلت لكم سروب في امتحان صعب مع قصاد مدير فني انا شايف انه من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين على الساحه المصريه. فالمباراه محتاجه تركيز، تركيز من اللعيبه وتركيز من المدير الفني، تركيز في المدرجات، تركيز في كل وقت. كمان ما تنساش ان المباراه دي لو بتطلع بخساره للنادي الاهلي، الاهلي عنده مباراه قصاد منافس قوي تاني بعديها ب3 ايام اذا كان بيراميدز او الزمالك، وهنتكلم في مباراه بيراميدز والزمالك. فلازم الاهلي يطلع من المباراه دي بمباراه كويسه، اداء كويس، روح معنويه كويسه، لانه هيبقى فيه جاب كبير قوي ومطلوب مجهود كبير قوي من وليد صلاح الدين ومن سيد عبد الحفيظ. ان اللعيبه دي لو ما كسبتش مباراه النهارده هيبقى عندهم شغل كبير قوي ان يطلعوا ويرفعوا الروح المعنويه تاني للعيبه، عشان اللعيبه تقدر تقابل المنافس في المباراه اللي بعديها. فالمباراه دي فيها اهداف كتير، اتمنى ان الاهلي يقدر يحققها. اتمنى ان سلوب يكون عارف قيمه المباراه كويس قوي، حافظها كويس قوي، عارف ازاي يستغل اللعيبه. اكتر حاجه عجباني ان اللعيبه خلاص كلها متاكده ومطمنه، خسروا البطوله كسبوا البطوله وسلوب مكمل. وبالطبيعي ده ما عادش ينفع، مش عشان احنا الاهلي مش هيعرف يجيب مدير فني، خلاص ده اللي لازم يحط ايده. ما عادش عندك امل ولا حل تاني غير ان سلوب هو يحط ايده على اللعيبه وهو اللي يقرر، هو يقول مين اللعيبه اللي انا عايزها، مين اللعيبه اللي مش هتكمل. ما عادش ينفع خلاص، مش هينفع تجيب حد تاني يخش في السكه. خلاص هو بدأ بقاله مباراه واثنين وثلاثه، مباراتين بره ومباراتين في الدوري المصري، فلا الموضوع هو ما عادش قصاد الاهلي غير كده. والرساله دي ان هي توصل للعيبه ده شيء مهم جدا. يا رب ان شاء الله. اتمنى بطوله قويه، اتمنى مباراه قويه، وان شاء الله انا هبقى معاكم في البث كمان شويه، وان شاء الله نتكلم في كل اللي انتوا عايزينه. سلام يا احلى واجمل اخوات صحاب قناه شوت وانا شوت. سلام.